بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من استاد القاهرة، ولقاء من لقاءات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة الأخيرة في دور المجموعات في هذه المجموعة التي تجمع بين ملك إفريقيا النادي الأهلي المتوج بأكبر عدد في تاريخ هذه البطولة، بطولة دوري الأبطال، البطولة المحببة للقلعة الحمراء، والمدرب مارسيل كولر الباحث عن التتويج الثالث له على التوالي، والباحث عن رقم قياسي لم يحدث في تاريخ هذه القارة بأن يتوج مدرب بثلاث ألقاب على التوالي. يواجه في هذه الليلة الفريق القادم من أقصى الجنوب في قارة إفريقيا، فريق أورلاندو بايرتس، الفريق القادم من حي السويت والشهير في جوهانسبرج، وهو على صدارة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة. المواجهة الأبرز بين هذين الفريقين كانت في نهائي نسخة 2013، وقتها التقى الفريقان أيضا في دور المجموعات، وكان الفوز من نصيب فريق أورلاندو بايرتس على استاد الجونة، لم يكن على استاد القاهرة، بل النهائي كان على استاد القاهرة، وفيه فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. وبالتالي هذه المواجهة هي المواجهة الثانية في تاريخ الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويأمل جمهور النادي الأهلي في أن يحقق الفريق الفوز اليوم ليستعيد صدارة هذه المجموعة من جديد. الفريقان ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي في هذه النسخة من هذه البطولة، دي النسخة رقم 29 في تاريخ البطولة منذ أن انطلقت بمسماها الجديد في العام 97. لعب منها 4 نسخ مباشرة، البطل في المجموعة الأولى يلاقي البطل في المجموعة الثانية، وأول مرة كان هناك دور نصف نهائي في نسخة 2001 التي توج بلقبها النادي الأهلي على حساب فريق ماميلودي سان داونز، وكان أول فريق جنوب إفريقي يواجهه الأهلي في تلك البطولة، بل في كل المسابقات الإفريقية على الإطلاق. تعادل 1-1 على استاد لوفتس فيرسفيلد، والفوز بثلاثية بيبو الشهيرة في ليلة كانت من ليالي النادي الأهلي في القارة السمراء. وعلى هذا الملعب كانت ليلة لا تنسى، تلك الليلة التي حقق فيها اللقب النادي الأهلي على حساب فريق ماميلودي سان داونز، أكثر فريق جنوب إفريقي واجهه الأهلي على مدار تاريخه. مباراة اليوم مارسيل كولر يدفع بتشكيلة طبعا تضم مصطفى الشوبير وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا، مروان عطية وكريم ندفد ومحمد مجدي قفشه وإمام عاشور وعمر الساعي ووسام أبو علي. إمام عاشور هداف البطولة حتى الآن ب4 أهداف، يليه وسام أبو علي وإبراهيم عادل ب3 أهداف. يحرس مرمى النادي الأهلي في هذه المباراة، كان أيضا حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة الجونة الماضية. الأهلي يلعب بتشكيلة أقرب لنظام اللعب 4-3-3، بينما المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الواضح أمامنا في هذه اللقطة أيضا عمل تعديلات على تشكيلة الفريق الجنوب إفريقي. أبو بكر السار في انتظار كلا القائدين لإجراء قرعة ضربة بداية الشوط الأول من هذه المباراة. فريق أورلاندو بايرتس الواضح أمامنا في هذه اللقطة القادم بالانتصار في مباراته الماضية على فريق الشباب لوزداد في جوهانسبرج، وبالتالي الوصول ل 11 نقطة الآن في هذه المجموعة، 3 انتصارات وتعادلين. عمر الساعي وادي أمامنا رامي ربيعة كابتن النادي الأهلي في مباراة اليوم في ظل جلوس الشناوي على دكة البدلاء، وقائد فريق أورلاندو بايرتس سيبيسي، وقرعة ضربة البداية مرمى. حذاري من سرعة التحول من الدفاع للهجوم من جانب لاعبي الفريق الجنوب افريقي فريق أورلاندو بايرتس. ادي خالد عبد الفتاح انكشف ظهره في هذه الهجمة. ابو بكر السار اول خطأ في المباراة لصالح النادي الاهلي، نفس المكان اللي كان فيه تدخل ايضا على اللاعب وسام ابو علي. كان وسام تضع كريم ندفد في وضعية انفراد. ادي كريم لو خدها من اللمسة الاولى كان افضل، لو خدها كرة عرضية او لو خدها تسديدة، لكن برافو عمر
برافو عمر، لم اتنين من اللاعبين لمه جميله ولعب الكره بوجه القدم اللي بينقذ مرمى فريق اورلاندو بايرتس من هدف اكيد، لكن لعبها له ايه دواء، لعبها له محمد مجدي قفشه مليمتريه. دي انذار، وبالتالي على الثنائي ان يكون حذرين جدا في الكرات المشتركه وفي الاحتفالات بالهدف. وادي اللقطه من جديد وامامنا اللعبه من جديد، لا اخطا فيها سيف وتشين ولم تستغل من جانب لاعبين النادي الاهلي. وادي ياسر من جديد بالاشتراك مع كريم نيدفيد. ياسر التوجيه كان سهل جدا يوجهها في الزاويه القريبه، انقذها سيف وشين، ارتدت للمهاري للفنان عمر الساعي، يلعبها تسديده خلفيه لكن مرت اعلى المرمى. ادي عمر يا ولد يا عمر الساعي وتسديده مرت اعلى المرمى من جانب عمر الساعي. كان يكون هدف على طريقه الدون كريستيانو رونالدو يا عمر، على طريقه كريستيانو رونالدو كان يكون هدف لعمر الساعي. ردة فعل اللاعبين على الدكه وكذلك مارسيل كولر، لكن ايضا هجمه جميله للنادي الاهلي انتهت مستمره من جانب المدرب السويسري للاعبين النادي الاهلي. تغيير اتجاه اللعب لا بدون هدف. في نفس التوقيت ايضا بيلعب فريق شباب بلوزداد المباراه. الساعي هو اللي سدد. نعم عمر الساعي جرب حظه بيسدد من بعيد من خارج منطقه الجزاء، حل ايضا من الحلول من اجل هز شباك الفريق الجنوب افريقي. ديربي سويتو كما ادي تسديده امام، يظبط امام ويسدد، ولكن كان رايح في نفس الزاويه الحارس سيفو شين. قرأ تسديده امام وخد خطوه على دبيس، يلعبها جميله للشحات